80% بيفشلوا في المشاريع بسبب جملة اتقالت من آلاف السنين. الجملة دي قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام: غير عتبة بابك. بتحكي الرواية إن سيدنا إبراهيم عليه السلام راح يزور ابنه سيدنا إسماعيل، ما لقاهوش في البيت، فقابل زوجته فسألها: كيف حالكم؟ فبدأت تشتكي من ضيق المعيشة وصعوبة الحياة وإن مفيش بركة. وهو ماشي ساب رسالة ليها، قال لها: لما زوجك يجي قولي له غير عتبة بابك. ولما سيدنا إسماعيل عليه السلام جه، قالت له إن في شيخ كبير جه وساب لك رسالة إنه يغير عتبة بابك. سيدنا إسماعيل عليه السلام فهم إنه ياخد قرار إنه يغير زوجته، لكن ليه سيدنا إبراهيم عليه السلام قال له غير؟ وإيه علاقة الجملة دي بمشروعك؟ صلى على النبي، كمل معايا الفيديو وهقول لك. أكبر سبب بيوقف مشروعك مش السوق، ممكن يكون عتبة بابك. في البيزنس عتبة بابك مش شرط تكون شخص، ممكن تكون شريكك اللي انت مشاركه في الشركة، وممكن يكون طريقة إدارتك، ممكن يكون المنتج بتاعك اللي محدش محتاجه، أو خدمة ما بتفيدش بيها حد، أو فكرة المشروع نفسها اللي انت متمسك بيها من غير أي نتيجة. بعد فترة سيدنا إبراهيم عليه السلام رجع وزار سيدنا إسماعيل، ما لقاهوش في البيت، قابل زوجته الجديدة، سألها: ما حالكم؟ قالت: الحمد لله نحن بخير. مع إن الإمكانيات بسيطة، بس طريقة إدارة البيت والاستقرار والرضا والبركة هي دي اللي خلته ساب رسالة تاني خالص، وهي قال لها: لما زوجك يجي قولي له ثبت عتبة بابك. لما سيدنا إسماعيل عليه السلام رجع وزوجته قالت له المرة دي ثبت عتبة بابك، فهم إن اللي موجود حاليا هي سبب الاستقرار في البيت. طب إمتى نعرف إن جه الوقت للتغيير؟ صلى على النبي وكمل معايا الفيديو وهقول لك. في ناس عارفة إنها بتخسر بس مكملة، عارف ليه؟ اسأل أي صاحب مشروع هيقول لك: أنا صرفت تحويشة عمري كله على المشروع ده، وضيعت سنتين من عمري والمجهود اللي بذلته في المشروع. في علم الاقتصاد ده اسمه التكلفة الغارقة، يعني تكمل في حاجة غلط بس لأنك صرفت عليها كتير، لكن الفلوس اللي راحت خلاص راحت. إنك تحط فلوس تاني في مشروع خسران عشان تعوض الخسارة دي خسارة أكتر. طب إزاي تعرف إن المشكلة في المشروع مش فيك أنت؟ صلى على النبي، كمل معايا الفيديو وهقول لك. السوق عمره ما بيجامل حد، والأرقام ما بتكدبش. لو المبيعات وقفت والعملاء مش عاوزين المنتج بتاعك وجربت أكتر من طريقة وبرضه بتجيب خسارة بس، يبقى المشكلة مش فيك، مشكلة في المشروع نفسه. هي دي عتبة بابك. الناس الناجحة ما بتتعلقش بالمشروع، بتتعلق بالنتيجة اللي عاوزة توصل له، الهدف اللي عاوزين يوصلوا له. لو السوق اتغير بيغيروه، لو العميل اتغير بيشوفوا عميل غيره، لو كل الاتجاهات بيقول لك غلط بيغيروا الاتجاه. افتكر ان سيدنا ابراهيم عليه السلام قال مرة غير ومرة ثبت، والفرق كان واضح في النتيجة. راجع ارقامك وراجع الخطة بتاعتك، ولو لزم الامر غير العتبة. ولو انت صاحب مشروع قول لي في الكومنتات ايه هي عتبة بابك اللي عاوز تغيرها. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي واعمل لي فولو.